والسلام على سيدنا محمد خاتم المرسلين. والسلام عليكم أعزائي المشاهدين. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله أنا حبيت نتشارك معكم واحد التحلية لسريعة التحضير ولذيذة بزاف، ومفيدة ومغذية لا للكبار ولا للصغار. كتجي تحلية باردة صراحة رائعة بزاف بزاف. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. فان شاء الله ما تنسونيش بلايك وسبسكرايب، وفضلا ليس امرا تفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد. وانا ديما كنجدد الشكر والترحاب بالناس اللي موجودين واللي كيمروا على القناه ديالي. الى عجباتهم ما ينسونيش بلايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس باش يدعموا القناه ديالي وتزيد القدام. ونبقى ديما نشارك معكم وصفات اللي كنعرف، كنتشارك معكم الوصفات اللي انا جربتها وسهله وبسيطه في متناول الجميع والكل، حتى اللي ما عمرو طيب او كيخاف من الطياب او كيخاف شي حاجه ما تصدقلوش. فان شاء الله تصدقلو لانها سهله بزاف وبمقادير بسيطه وسهله ومتوفره في كل بيت. فما نطولش عليكم، ان شاء الله نخليكم تشوفوا طريقه تحضير هاد الروز حلو بالحليب، كيجي زوين بزاف بزاف. فنخليكم مع طريقه التحضير. هنايا لهذا الروز هذا غادي نحتاجو كاس ديال الروز. ها هو كيف ما كتشوفوا انا استعملت الروز اللي كيطيب بسرعه، ما كياخدش الطياب. يكون نوع من الروز اللي يكون مزيان ما كياخدش الطياب. كنديرو في كاسرونه وكنضيف عليه الماء سخون. انا طيبت الماء حدايا غليته وزدته في هاد الكاسرونه، سبقته هو اول حاجه. كاس ديال الروز خويت عليه الماء مغلي وغنخليه يبقى منقوع واحد 30 دقيقه. المقادير اللي غنحتاج ليه السكر، معلقه كبيره سكر، وغنحتاج واحد شويه ديال حبهان مطحون. هذه هي حبهان، اللي ما كيعرفهاش ها هي خليتها حبوب باش اللي ما كيعرفهاش كيفاش دايره يعرفها. انا ما عرفتش كيسميوها واش عندها شي اسم اخر. غنحتاج اللوز خضر ما قليتوش بالقشره ديالو، هرمشتو غير شي شويه. وغنحتاج واحد شويه ديال الاكاجو الكاشيو، شويه ديال العنب يابس، وغادي نحتاج 2 كيسان ديال الحليب فاش غادي نطيب هذاك الروز ديالي. هذيك حبهان انا ما عرفتش عندها شي اسم اخر، اللي عارفها باسم اخر يتشاركوا معنا. انا كنظن في المغرب عند العطاره كيسميوها قعقله الا ما خفت نكذب. فبعد ما خليت الروز ديالي 30 دقيقه كندوز كناخد كاسروله كنحطها فوق النار وكندير دوك 2 كيسان ديال الحليب كنديرهم يغلاو. فكنخلي هاد الحليب ديالي حتى كي يوصل للغليان. من بعد كنصفي هذاك الروز وكنجيبو كنصفيه من داك الماء اللي كنت ناقعه فيه 30 دقيقه، وكنزيدو على هاد الحليب المغلى هكذا فوق النار. ها هو كيف ما كتشوفوا انا صفيت الماء وجبته زدتو في هذاك الحليب ديالي اللي غليت. انا كنقعو في الماء باش ما ياخدش حليب كتير وما ياخدش وقت كتير في الطياب. كيف ما قلت لكم جيبوا نوع ديال الروز اللي يكون مزيان ويكون ما كياخدش الطياب بزاف. راه كاينه انواع ديال الروز اللي كطيب بسرعه ما كياخدوش بزاف ديال الماء او الحليب باش يطيب بزاف. صافي كنخلطهم مزيان مع الحليب. غادي نضيف له بقيه العناصر اللي هي السكر. انا درت هنا غير معلقه حتى نذوق، الا خصني نزيد ما كثرش بزاف باش ما يجيش حلو بزاف. اللي ما بغاش يدير السكر ما يديروش، كيبقى لكم الاختيار. وغادي ندير حبهان اللي طحنت غير واحد شويه ما نكثروش. راه كتجي فيها واحد المذاق واحد الريحه رائعه رائعه بزاف ما نقول لكمش. وانا كنطيب فيه وريحه الحبهان طالعه مع الحليب رائعه بزاف. غنزيد شويه ديال الاكاجو كاشيو. نتوما المكسرات كيبقى لكم الاختيار، اللي عندكم متوفر ممكن ديروه ماشي بالضروره. وغندير شويه ديال العنب يابس.
كندير غير شويه يطيب وكنخلي شويه لانني غادي نديرو للتزيين، ما كنديرش كلشي داكشي. شويه ديال اللوز، راه ما كنكثروش، شويه شويه، يعني معلقه او جوج معالق كبار مثلا على حسب المتوفر بدون تكلفه واللي عندكم متوفر. صافي كنخلط هاد العناصر كلها مع بعضياتها وكنقص العافيه، ما كنخليهاش مجهده باش ما يشربش ليا الحليب كله قبل ما يطيب الروز. صافي وكنخليه حتى كيطيب الروز على خاطرو وكيشرب هذاك الحليب كامل. ها هو كيف ما كتشوفوا، صافي راه طاب وشرب لي هذاك الحليب. ها هو دابا جاهز للتقديم. انا كنخليه يبرد وكنقدمه هكذا. داك شويه ديال المكسرات اللي خليت، لوز وعنب يابس واكاجو كاشيو، اي نوع من المكسرات عندكم فديروها من الفوق، راه كيجي رائع 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 ولذيذ بزاف بزاف ما نقول لكمش. انا راه دقته وحسيت انه خاصني شويه ديال الحلاوه، ففضلت هذه اختياري. اللي ما بغاش ما يديرش. درت واحد المعلقه ديال العسل من الفوق، عطاه واحد النكهه وواحد اللمعه وواحد المذاق رائع جدا جدا جدا. فكنخليوه يبرد واحد شويه وعاد كنقدموه بالصحه والراحه. هذا هو الروز محلى ديالنا، سريع وخفيف ما كياخدش وقت ولذيذ بزاف ومفيد وصحي. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، وما تنسونيش باللايكات ديالكم اللي كتفرحني والتعاليق الزوينه ديالكم اللي كتفرحني بزاف بزاف. كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم، وفضلا ليس امرا ما تنسوش تفعيل الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. وما بقى لي الا نودعكم ونقول لكم الى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله، وفي امان الله. مع السلامه.